قرب بتسبيح العظيم الشان الواحد المعبود والديان، قرب مع الأطيار في جو السماء، قرب مع التمساح والحيتان، قرب مع التمساح والحيتان. غرد فبستان الحياة صحيفة لجلال رب الجن والإنسان، غرد ودع عنك الهموم فعنده سبحانه فرج من الأحزان، سبحانه فرج من الأحزان. بتسبيح العظيم الشان الواحد المعبود والديان، قرب مع الأطيار في جو السماء، قرب مع التمساح والحيتان، قرب مع التمساح والحيتان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تغريدة يومك يومك. يومك يومك أجمل جملة تقال في قاموس الحياة اليومية للإنسان السوي العاقل. يومك يومك. عقلاء العالم يكتبون هذا في لوحات، حتى اللي مثل كارنيجي يقول إنه تكتب في الكونغرس، مكتبة الكونغرس يومك يومك، يعني أنك تخطط اليوم الذي تعيش فيه. في الحديث الصحيح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كيف هذا؟ يعني ننقطع من الماضي وننقطع من المستقبل؟ لا، المعنى أنك تركز أنت في هذا اليوم. التفكر في الماضي حمق وجنون. مشكلتنا نحن أن نعود للخلف، أفكارنا دائم خلفية بأثر الرجعي، عقولنا مقلوبة، تفكر في الماضي، تفكر في المآسي والأحزان التي مرت. خلاص، التفكر في الماضي حمق وجنون، عفى الله عما سلف، تلك أمة قد خلت، انتهت. لا تسحب أدراج الماضي وتفتح ملفات الماضي، لا تطحن الطحين، لا تجرب نشر النشارة، لا تخرج القبور من بيوتهم. يا أخي تعامل مع اليوم الذي أمامك فقط. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اترك المستقبل حتى يأتي، إن شاء الله بيأتي. يقول اليابانيون لا تعبر جسرا حتى تأتيه، لا تعبر جسرا حتى تأتيه. من يدري، يمكن ينقطع الجسر قبل ما تأتي، يمكن تعبر بسلام، يمكن أصلا ما تصل الجسر. اترك الموضوعات المستقبلية، أنت خطط. نجاحك اليوم هو نجاحك المستقبل. لكن أرجوكم ألا تنصهروا في هموم الماضي وأحزان الماضي. قلت لكم يا إخوة، التفكر في الماضي حمق وجنون. أكثر الناس الذي أذهب طاقاتهم الآن وأذهب قوتهم وتركيزهم، ترى يفكرون لأن ابنه مات قبل سنتين، وأمه ماتت قبل 10 سنوات، ويبكي على أبي. خلاص انتهى يا أخي، مات الأنبياء ومات الأولياء واستأنفنا يعني حياة جديدة. بعضهم يبكي لأنه حزن قبل سنوات وجاءه مصيبة. خلاص انتهى الموضوع، ابدأ حياة صفحة جديدة. الأيام هي بالتجديد كالماء، ماء النهر، يعني دفعة بعد دفعة، أو غارب بعد غارب، أو غرفة بعد غرفة، موجة بعد موجة. هذه الحياة. والمستقبل يا إخوان، دعوا المستقبل حتى يأتي. الذي يتشاغل بالمستقبل ويترك الحاضر هو الذي مثل يصارع الذل يقولون، أو يصارع الأشباح. فتعامل أنت مع يومك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أذكر لكم مسألة، لو أنك تركز على صلاة اليوم 5 صلوات وتقول سوف أتقنها وأتدبرها وأصلي بخشوع، خلاص سوف تضمن لك صلاة دائم خاشعة، لك ما تدري غدا تعيش أو لا. تقول هذا اليوم سوف أتدبر جزء من القرآن وسوف أخشع مع القرآن، ممتاز. هذا اليوم سوف أصلح من مظهري ومن لباسي وأتكلم بعقل وبهدوء، ممتاز. هذا اليوم سوف لا أقول غيبة ولا نميمة ولا أكذب، ممتاز. أنك تستطيع في اليوم، حصرت نفسك. خارطة الطريق في اليوم هذا أمر أجمل من كل جميل. أنك تخطط ليومك وتعيش في حدود يومك، هذا يسمى التركيز. التركيز دائما تغلب الاتساع، الكثافة يغلب الاتساع. ركز يا إخوة. يقول روبرت جرين في كيف تمسك بزمام القوة: بقرة سمينة ولا 7 عجاف. وهذا في الإسلام، خذ الكتاب بقوة. يومك يومك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خلاص، اتركنا من أن تفتح لنفسك حياة طويلة طول الأمل، يعني تخطط بعد 20 سنة. أنت الآن ما نجحت في اليوم، أنت يومك هذا الذي أنت فيه، مثل يوم السبت هذا أنت ما نجحت فيه، كيف تريد أنك تخطط 20 سنة؟ نجاح المستقبل هو نجاح الحاضر. أنا أرجو من الجميع يسمعني، يا ابني وبناتي، اكتبوا مذكرة صغيرة حتى في الجوال موبايل،
بهموم اليوم، بأشغال اليوم اقضاها، بس اكتب اليوم الصلوات الخمس، جزء من القرآن، عملي أؤديه، وظيفتي، مهنتي، موهبتي أنميها، أعمل رياضة، أتكلم بعقل، بصمت، أترك الغيبة والنميمة والكذب، أصل رحمي، أبر والدي. هذا هو اليوم السعيد. شكر الله لكم، في أمان الله. قرب بتسبيح العظيم الشان، الواحد المعبود والديان، قرب مع الأطيار في جو السماء، قرب مع التمساح والحيتان، قرب مع التمساح والحيتان. غرد فبستان الحياة صحيفة لجلال رب الجن والإنسان. غرد ودع عنك الهموم فعنده سبحانه فرج من الأحزان، سبحانه فرج من الأحزان. تسبيح العظيم الشان، الواحد المعبود والديان، قرب مع الأطيار في جو السماء، قرب مع التمساح والحيتان، قرب مع التمساح والحيتان.